من بعد ما سال موسم 2023 بسلسلة من العشوائيات كان بطلها الرئيس سعيد النصيري. بداية هذه السلسلة من العشوائيات بدأت في المجيء ديال عموته والرحيل إلى قطر بدون إذن من إدارة النادي، وبقاء الفريق بدون فترة إعداد، زيد عليها استقدام النفطي كالسيدراك والإقصاء المبكر من المونديال اللي كيتحمل مسؤوليته، وكذلك ضياع نقاط في مسار البطولة، شيء اللي عجل بالاستقالة ديال النفطي. موراه كيتم التعاقد مع غاريدو اللي بدوره كذلك كيضيع الفريق في عديد من النقاط في البطولة، بالرغم من تسجيل التأهل لنصف نهائي الشامبيونز ليغ كيتحسب ليه، لكن هادشي ما كانش كافي باش يضمن البقاء ديالو. موراه كيتم التعاقد مع سفين فاندنبروك واللي كيف اللي سبقوا من المدربين كان بيه الختم في ضياع ما تبقى من المسابقات، خسارة النهائي القاري ضد الأهلي وضياع البطولة لصالح الجيش الملكي. كينتهي الموسم على البياض، النصيري وبعد ضغط كبير من الجمهور الودادي كيصلح المسار الرئاسي ديالو، وكبداية الإصلاح يتعاقد مع المدرب عادل رمزي القادم من هولندا. قبل ما ندويو على رمزي كمدرب اجي نهضروا شويه على المسار ديالو كلاعب. عادل رمزي لاعب مغربي المزداد بمراكش واللي سجل بداياته الاحترافيه بالكوكب المراكشي، وكان اول لاعب مغربي كيحترف بالكالتشيو انطلاقا من البطوله المحليه رفقه اودينيتزي. ولكن الفتره الذهبيه للاعب كانت بالدوري الهولندي رفقه كل من بي اس في ايندهوفن اللي جاور فيه الهداف الهولندي رود فان نيستلروي، وكذلك اوترخت وازد الكمار، والختم كان فرودا كيركرادا. بعد اعتزال عادل رمزي كرة القدم كلاعب سنة 2013 قرر من بعد استكمل المسار الاحترافي ديالو كمدرب، وكبداية يتحصل على دبلوم تدريبي فئة الويفا برو كتخول ليه تدريب الفرق الفئة A. لكن عادل رمزي يآمن بالتدرج والتطوير كفكرة في مسار نضج المدرب، وكيبدا مساره التدريبي مع بي اس في ايندهوفن كمدرب للفئات الصغرى طيلة 4 سنوات قبل ما يصعد للفريق الأساسي كمساعد مدرب الفان نيستلروي صديق الأبس. وكان تقارير إخبارية مقربة للنادي كتشير لقرب عادل رمزي لخلافة فان نيستلروي باش يتحول للمدرب الأساسي بعد رحيل المدرب، لكن عادل رمزي قرر يستكمل في المسار التطويري للعبة. عادل رمزي كيستلهم أفكاره التدريبية من الكرة الشاملة للمدرسة الهولندية. لكن ناخد بالنا بقى من اللي مع عادل رمزي. عادل رمزي خد الشهادة الخاصة باليويفا برو A، لكنها شهادة مختصة بالنهج الهولندي، نهج الكرة الشاملة. يعني الراجل ده دراسته والرخصة اللي خدها انه كيف تصنع كرة قدم شاملة، ودي خطيرة جدا. وكيآمن بهوية النادي كمنطلق لتطوير اللعبة. خاصنا نشوفوا الطريقة بعد اللاعب اللي غادي نلعبو، كما كنقول تنسمي انا ليدونتيتي، الهويه ديالنا، ومن هذيك الهويه تنشوفوا راس الحربه اللي يجي في هذيك الهويه ديالنا. طبعا هذه القناعات عادل رمزي غيكون سند قوي لنادي الوداد الرياضي في رحله الاصلاح بعد موسم العشوائيات اللي عاش النادي الموسم اللي فات، والاكيد الى تحول جميع الصلاحيات باش يشتغل بكل اريحيه. نشوفكم في الحلقه الماجيه.